السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. روتين النهارده اغلبه في المطبخ، بس حلو جدا هيشجعكم، وهقول لكم على حاجات حلوة كتير جدا في الفيديو ده. يلا كده في البداية صلوا على النبي وحطوا كده لايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا. بشكر كل الناس الجديدة اللي دخلت وانضمت عندي جديد في القناة خلال الفيديو اللي فات والفيديو اللي كان قبله. طبعا نورتوني وشرفتوني، وجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهارده الفيديو حلو جدا. مشاركة اليوم كله زي ما هتشوفوه بالظبط. في حاجات اي نعم اتعملت يعني، بس ما شاركتهاش، بس هي يعني حاجات عاديه هقول لكم عليها خلال الفيديو. حطوا لايك للفيديو وخدوا جوله كده في القناه، ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا انتوا نورتوني وشرفتوني، والناس اللي بتكتب لي كومنتات طبعا جزاكم الله خيرا. ولو وصل الفيديو ده ليك في اي مكان في العالم او في اي محافظه من محافظات مصر، اكتب لي كده، اكتبي لي او اكتب لي تحت في الكومنتات الفيديو ده وصل فين. تمام. في البداية صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا بقى، كان امبارح يعني الفيديو ده فيه حاجات امبارح هي بس تطبيق الهدوم. والنهارده بقى كملت معاكم الفيديو بقى من الصبح بدري. صحيت بدري بدري, بدري جدا، يعني الايام دي بنام بدري وبصحى بدري. ماشي. فعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، اليوم بيبقى طويل وفي بركه كده. يعني فعلا البركه في البكور. وطبعا زي ما ستاتنا يعني او امهاتنا كانت دايما بتقول ايه، الشغله البدريه منسيه. يعني لو كان عندك شغل كتير وقمت بدري، اعرفي ان انت هتخلصيه بدري خالص. يعني على قبل الظهر كده هتبقى عامله كميه حاجات فوق الوصف. فانت لو عندك بقى يعني شغلانه تستاهل ان انت تقومي، يعني مثلا النهارده انا كان عندي تنظيف فراخ وكده، وطبعا كان نفسي اكل محشي من زمان. فعلشان كده انا ما رضيتش انام الصبح بعد ما ولادي مشوا على الحضانه. كان اليوم اجازه عندي يعني وما كنتش هنزل. فقلت استغله بقى، اعمل كل حاجه انا نفسي فيها في اليوم ده، اخده كده بقى ايه، زي ما هتشوفوه كده بالظبط. تابعوا كده معايا الفيديو ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه الهدوم ديت اصلا كانت على الحبل، انا كنت غسلاها، اللي كانت في الفيديو اللي كان قبل اللي فات ده. وكنت وريتها لكم يعني على البلكونه وكده لما غسلتها. النهارده بقى بدأنا اليوم كده. طبعا فطرنا الحمد لله رب العالمين. اللي نزل بقى كل واحد نزل على شغله، واللي نزل على الحضانه وكده. انا بقى اللي كنت في البيت، فطبعا ايه كان عندي بقى تنظيف الفراخ ده، كنت عايزه انضفها. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان زي ما قلت لكم كنت عايزه اعمل محشي. الفراخ طبعا الفراخ بيضة. ماشي. فانا طبعا انا اللي منضفاها من الالف للياء يعني. بس طبعا قصه الريش والحاجات ديت ما جبتهاش عشان في ناس بتقرف وكده. وطبعا برضو يعني انا هنضف معاكم واحده او اتنين، لكن الباقي يعني انا هعمله. عايزه اقول لكم ان الطريقه سهله جدا. يعني هي بصوا، تنظيف الفراخ والطيور والحاجات ديت من اوحش الحاجات، يعني ايه، اوحش الشغلانات عندي، يعني ما بحبش اعملها. او يعتبر كنت زمان ما بحبش اعملها، يعني وانا بنت، وانا كنت لسه اول في البدايه، يعني اول ما اتجوزت وكده. لكن دلوقتي بقيت بعملها عادي خالص، وبقيت مش بتاخد معايا وقت زي زمان. بس هي بتبقى محتاجه تكات معينه. كل ما بتبقي في الحاجه، كل ما بتاخدي منها خبره اكتر، وبتتعودي على الحاجه اللي انت بتعمليها. يعني كنت الاول مثلا لما اجي اعمل فراخ، الواحد ما بيبقاش مثلا ايه، فاهم للحاجه اللي هو بيعملها. كنت الاول مثلا اجي انضف مثلا الفراخ البلدي. كانت امي الله يرحمها، اي فراخ او اي حمام او الحاجات اللي هي بتبقى الجلد بتاعها ده ناعم، كانت امي لازم تحط عليها ميه ساقعه الاول، يعني من الحنفيه، قبل ما تحطها في الميه الايه السخنه، علشان لما تنزل في الميه السخنه الجلد بتاعها ما يتهريش. وكمان تخلي بالك ان الميه بتاعتها ما تبقاش بتغلي قوي يعني. ماشي، دي حاجة. طيب لو كانت بقى فراخ أمهات أو فراخ اللي هي التانية الحمراء أو بط أو وزة أو الحاجات اللي هي بقى الجلد بتاعها جامد والريش بتاعها جامد، دي بتعمل لها إيه؟ دي المية بتبقى سخنة وما بتحطش عليها مية في الأول. تمام. مش عارفة انتوا بتعملوا زي ما احنا بنعمل ولا لأ، بس هي دي طريقتنا يعني بالظبط زي ما بقول لكم كده. كمان لو انت عندك الفراخ اللي انت مثلا بتعمليها كانت فراخ بلدي مثلا، او فراخ بيضة او اي او وزد او بط او كده، ولقيتي فيها شعر صغير او ريش صغير اللي هو بيبقى واقف وطاير ده، وانت بقى شايفاه بعينك، هو بيبقى يعني انت لو حطيتيها في مكان فيه منور كده، فهتبصي فيها هتلاقي مثلا ايه شعر كتير كده طاير. في الوقت ده لازم تحط عليها دقيق، ويستحسن ان هو يبقى دقيق ذره. ماشي، لان دقيق الذره ده بيضيع الزفاره بتاعت الفراخ والطيور دي يعني بطريقه جميله.
تحط عليها بقى شويه دقيق كده وتمشيها بقى على نار البوتاجاز كده، على النار بتاع، فعايز اقول لكم ريحتها بتبقى جميله جدا، ولا بيبقى بقى فيها زفاره ولا اي حاجه. كمان برضو علشان تاخدي الطيور بتاعتك تبقى نظيفه وريحتها حلوه، وانت لما تيجي تعملي لها محلول النقع بتاعها لازم الاول تبقي شطفها كام مره ومنزله بقى الدم اللي فيها والحاجات دي، وتيجي تنقعيها. لو انت هتستخدميها على طول، يعني انت يعني مثلا ايه، انت نضفتيها وهتطبخيها في نفس اليوم، تمام، غير بقى لما تطبخيها وتحطيها بقى ايه في الفريزر وكده. اول حاجه، انا ما عدتش بستخدم الخل في تنظيف الطيور بصراحه، بقيت بحس فعلا ان هو بيثبت الريحه. احنا كنا الاول بنستخدمه، لكن لو انت يعني هتسيب الفراخ دي هتفرزيها مثلا في الفريزر، احلى حاجه ان انت تغسليها بملح ودقيق وليمون بس، مش محتاجه اكتر من كده. طب لو انت هتطبخيها في نفس اليوم، ممكن بقى تجيبي طماطميه تعصريها فيها، طماطميه كده يعني ايه، عامله شويه اللي هي بتبقى يعني مستويه بزياده كده، تجيبيها كده تعصريها، ممكن تحط عليه جنزبيل، ممكن تحطي معلقه طحينه. كل الحاجات ديت بتضيع الزفاره علشان لو هتطبخيها في نفس اليوم، تمام. لكن انا بقول لك ان انت ممكن توفري الحاجات ديت لو انت هتفرزيها، لان احنا لما بنفرزها بنرجع نخرجها تاني برضو، بنعمل لها برضو نفس الكلام. فهو ده بقى عشان تاخدي يعني طيور حلوه او طعمها حلو او مش زفره، لازم تعملي الخطوات اللي انا بقول لك عليها. طبعا كل واحد بيبقى ليه طريقه، بس انا بقول لكم على الطريقه بتاعتنا. الفراخ اللي انا نضفتها دي كانت فراخ بيضه، الفرخه اللي انا هعملها دي فرخه تانية ماشي، دي كانت في الفريزر وانا كنت مطلعاها. طبعا كان نفسي اكل محشي قوي، يعني يعني مش عارفه كان جاي على بالي، وخصوصا محشي الكرنب. المهم كنت في السوق اللي هو من فتره، يعني اقوله مثلا يوم السبت اللي فات او يوم مش فاكره والله، بس هو شكله كان يوم السبت يعني. كان يوم السبت. فلما كنا نزلنا يعني كنت جبت خضار المحشي ده على امل ان انا هعمله يوم الاحد او يوم السبت، بس ما اتعملش، لكن هو فضل في التلاجة. فلقيت فيها كام واحده كده بدأت تصفر. المهم انا هستخدمه برضو. بس انا عايزه اقول لكم احنا الفراخ دي احنا بنحشيها، يعني لازم نحشيها برز وبصل وكده، الا اذا كانت فراخ بيضه بقى او مش هتاخد وقت طويل على البوتاجاز، فدي ما تحشيهاش رز لان الرز كده مش هيستوي فيها. بنحشيها بقى يعني بصوا كل بلد بتختلف عن البلد التانية، يعني اغلب الناس مش بتحشيها. ومثلا عندكم دمياط كده بيحشوها يعني زي البط كده، بيعملوا لها مرتة بصل وبس، مش بيحطوا فيها رز. انما احنا الشرقية بقى احنا بنعملها دايما بالطريقة دي، بنحط فيها يعني الرز من الجوانب كده، ونحط فيها برضو في بطنها كده رز، وعايزه اقول لكم بتاكلوا احلى شوية رز. ويا سلام بقى لو عايزه تخديم فلفل حطي فيها شوية زيت، تمام. وبنكتف الفراخ بقى، البط، اي حاجه بنكتفه كده من تحت، وتقفليها مثلا بخله اسنان او بعيدان الشيش طاووق وخلاص، وهي دي بقى بتبقى عندك يعني ايه، علشان طبعا الميه ما تدخلش جوه او الشوربه ما تدخلش جواها، فالرز يبقى معجن. هو ده يعني السبب ان احنا بنقفلها. حطيت في الحله اللي في الشوربه، حطيت فيها طماطم، معلقه صلصه عشان ما كانش عندي طماطم، كان اخر حاجه كنت عاملاها، وبصل وفلفل ورق لوري وفلفل اسود وملح، تمام. هو دي الشوربه بتاعتنا. وكمان كنت عملت الصلصه جنبها زي ما انتم شايفين كده، كنت فرمت بصل وفلفل وحطيت عليها طماطم وكيس صلصه من الفريزر، وخلاص عملت الصلصه يعني كده وانا واقفه، فما اخدتش مني وقت. وطبعا هعمل معاكم خضار المحشي كده هنقطعه، ويعتبر احنا عملنا طبعا الكرنب ده، مش انا مش جايباه لان هو اصلا انا كنت مفرزاه من الشتاء اللي فات، بس عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه جدا ومستوي وجميل. يعني كان الشتاء اللي فات كان برخص التراب، دلوقتي عشان نعمل كرنب يعني الكرنب ب 60 جنيه و50 جنيه وحاجات بقى ارقام. الله المستعان، يعني ربنا يعين الناس جميعا يا رب العالمين. المهم انا عايزاكم تصلوا على النبي لو وصلتوا معايا للدقيقه ديت، وكمان تحطوا لايك لو لسه ما حطيتوش، وتشتركوا في القناه وتاخدوا كده جوله فيها، ان شاء الله القناه هتعجبكم والفيديوهات اللي فيها هتعجبكم باذن الله. جبت بقى الرز كده، والرز بتاعنا ده بلدي فهو لازم ننقيه، فاهمين. لكن بقى الرز اللي بنشتريه تاني اللي بيبقى بالشكاره والحاجات دي، ده بيبقى متنقي بصراحه وبيبقى حلو مش بغلب يعني. كل واحد طبعا بيبقى فاهم الحاجة اللي عنده يعني. فبما ان ده كان عايز يتنقي، فانا ايه نقيته كده، ما كانش في حاجة يعني بصراحة، بس بيبقى في كام واحدة لسه ما تشالش الغلاف من عليها، فدي بنشيلها.
وطريقه المحشي بتاعنا طبعا انا غسلته، فصلت الكاميرا غسلته وجبته تاني. كنت سايبه معلقه بصل كده مبشوره، حطيت عليها بهارات، وحطيت يعني دي مثلا ممكن تحطي بهارات مشويات، يعني اللي هي بتبقى في الاكياس دي، انا بجيبها دايما بتبقى طعمها حلو. او حطيت فلفل اسود وحطيت بهارات لحمه، ما رضيتش احط فلفل او شطه لان انا كنت حاطه فين في الصلصه اللي انا عاملاها. كمان حطيت بقى احنا بنعمل المحشي بالطريقه دي، في ناس بتحط الخضره على الصلصه وهي بتتسبك، لا مش دي طريقتنا خالص، مش بنعمله كده خالص يعني. احنا دايما بنعمله زي ما انتم شايفين كده. المهم هنقلب. بعد ما حطيت الخضره نزلت عليهم بالصلصه، وعايزه اقول لكم بقى الصلصه دي انا كنت مدعماها بقى، حاطه فيها ايه معلقتين ليا كده. مش بصوا مش ليا، هي الدهن يعني، بس احنا كنت مسيحاه. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، كنت حاطه بقى برضو فيها بهارات وكنت مظبطاها يعني، فكان طعمها جميل بصراحه. انا لما باجي اخزن الكرنب او بخزنه يعني، بسيب العروق بتاعته اللي احنا بنقطعها دي، انا مش برميها، بخزنها برضو معاه. دي بنحطها في قاع الحله كده، وبعد كده بكون سايبه برضو ورقه كبيره، ما بتبقاش اتقطعت، بس بتبقى ورقه خضراء يعني، بدل ما نرميها احنا بنسلقها عادي، واحطها كده في اخر الحله من تحت، ونبدا بقى ايه نرص عليها المحشي بقى، علشان السطر اللي تحت ده ما ايه ما يعني مثلا ما يتحرقش، ما يتلسعش منك، بيبقى تحته حماية يعني. كنا زمان قبل ما الطماطم تغلى يعني، بنحط طبقة طماطم وجزر وبصل وحاجات من دي. دلوقتي الحاجات دي غليت، فعلشان ما يبقاش حرام علينا ان الحاجات دي بتترمي يعني مش هتتاكل، فبصراحة ما عندش بحط تحت كده، انا كنت بحط طبقة كده نرص تحت، بصراحة بتدي طعم جميل، مش هقول لكم يعني ملهاش لازمة. بس هي دلوقتي غليت يعني، دلوقتي الطماطم ب 40 جنيه، مش معقول هقطعها شرايح عشان احطها في قاع الحلة. كده يبقى افترا يعني. المهم انا هعمل معاكم كده كام صباع، وايه انزل بقى انا كده على الارض وهخلصه مع نفسي. وده شكله بقى لما الحله يعني خلصتها، وكانت الفرخه في الوقت ده قربت يعني، بقول لكم طبعا ما تبصوش على البوتاجاز يعني حاله، بس انا طبعا هغسله يعني مش هسيبه كده. بصوا بقى الشوربه بتاعت الفرخه حاجه كده روعه. وعايزه اقول لكم بقى طعم المحشي ده كان فوق الفظيع. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اللي هياكل الاكل ده والله العظيم يعني هو هيتخن من على الريحه، بس مش بس الله المستعان يعني. المهم بصوا، علشان تاخدي محشي مفلفل ما تحطيش شوربه كتير يعني، يا دوب اول واحد يعني السطر الاولاني ده يبقى فيه سنه كده باينه، ما يعني ما تغرقهوش كله ميه وفي الاخر ترجعي تقولي هو بيطلع معجن، الا اذا كنت بتحبيه بقى معجن، فانت حطي بقى عليه يعني شويه. في الوقت ده انا كنت نقعت الفراخ زي ما انتم عارفين، كنت نقعاها في ملح ودقيق. وبصراحه انا عندي ليمون بس نسيت احط فيها، بس انت حط فيها ليمون، هو دلوقتي الليمون متوفر وحلو، وبصراحه ليمون او قشر برتقان او قشر مثلا يستفند لو انت خزنتيه في الفريزر، تقدري برضو تطلعيه وتحطيه معاهم كده، هيديكي ريحه حلوه خالص. يعني بصوا بيبقى فيه زي زيت كده، اللي بتطلع من القشر كده بيدي ريحه حلوه جدا للفراخ والحاجات دي. هنا بقى بغسلهم تحت المية الجارية عشان انزل منهم الملح والدقيق والحاجات دي، وهبدأ احطهم في المصفى علشان يتصفوا، وبعد كده بقى ايه هشيلهم في اكياس واحطهم في الفريزر. ماشي. لحد بقى بصي بقى في يوم هتبقي مثلا مش فاضية مش عارفة ايه، هتطلعي على طول تطبخي وخلاص. مش كل يوم بقى تفكري النهارده انا هعمل ايه، طب ما فيش حاجة عندي. لا انت لو مثلا لو انت عدد اسرتك بسيط، جبتي مثلا نص فرخة زي كده مع بطاطستين، مع هتعملي صينية بطاطس جميلة بالفراخ، وهتبقى أكلة حلوة ومغذية ومفيدة وكمان تتاكل يعني، انتوا فاهمين. غير بقى اما انا كل يوم عايزة انزل اجيب يعني، مثلا عايزة اخد مثلا فلوس وانزل اشتري. اول حاجة الفلوس اللي انت اخدتها دي كلها هتخلصيها، وهتطلعي بغدا اليوم، او مثلا اذا عملتي اكل يوم تاني معاه، وفي نفس الوقت مش هيبقى عندك حاجة في الفريزر، تحس ان البيت فاضي كده وايه، لا ما فيهوش خير. غير بقى لما انت تبقي جايبه كام حاجه مع بعض، اي نعم انت هتدفعي فلوس كتير، لكن هتحسي دايما ان بيتك مليان بالخير، بسم الله ما شاء الله يعني. فده عن تجربه بصراحه. المهم بصوا انا بعد ما تصفوا كده، انا كيست كل واحده في كيس لوحدها، وقفلت عليها. بعد كده هوديها الفريزر طبعا، علشان ما ينفعش تفضل وقت كبير، لان احنا طبعا برضو لسه في الصيف.
بصوا بقى، هنا الفرخه كانت استوت وانا حمرتها، عملت كمان لسان عصفور وحطيت المحشي هنا، وعايزه اوريكم شكله دلوقتي حلو جدا. حطوا لايك بالله عليكم، ولو لو وصلتوا لاخر الفيديو، واشتركوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره. طبعا خدوا جوله في الفيديوهات، وادعوا لامي بالرحمه والمغفره، ولامواتكم واموات المسلمين، وادعوا لاهل غزه وفلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير اجل، اللهم امين. وكمان ادعوا لي بتيسير الحال وصلاح الامور كده. وانتم كمان يعني، ولحد ما اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، توحشوني. استودعكم الله، السلام عليكم.